يا مساء الفل عليكم وربنا يجعل مساكم كله خير يا رب. أنا اسمي فدوى. دلوقتي عندي 56 سنة. اتجوزت وأنا عندي 22 سنة، يعني من حوالي 34 سنة كده. جوزي كان قريبنا من بعيد وكان لسه في بداية حياته. لما اتجوزنا كنا على قدنا خالص. هو كان خريج جامعة وأكبر مني بسنة واحدة بس. بصراحة ما كانش في بينا قصة حب كبيرة قبل الجواز، بس أول ما عشت معاه حبيته قوي، وبقى هو كل حاجة في حياتي. وهو كمان حبني وعشنا سنين طويلة في منتهى السعادة. أهلي وأهله كانوا ناس بسيطة، ولما اتجوزنا بدأنا من الصفر. كنا على قدنا قوي، بس جوزي كان بتاع شغل. اشتغل كتير وركز في تجارته لحد ما بقى تاجر كبير وعمل فلوس قد كده. بس ده ما جاش بالساهل، ده حصل بعد سنين تعب وشقة. الفلوس دي ما جاتش كده، جت بعد أيام صعبة. أنا من يوم ما اتجوزت ما اشتغلتش، كنت ست بيت، عشان جوزي كان عايزني أتفرغ للبيت والأولاد. وبصراحة هو ما كانش مخلينا محتاجين أي حاجة، كان شغال ويجيب لنا كل طلباتنا. ربنا رزقنا بخمسة أولاد وبنت. أنا عملت كل اللي أقدر عليه عشان أربيهم أحسن تربية، وكنت شايلة كل المسؤولية عشان أسيب جوزي يركز في شغله. طول عمري كزوجة كنت بحبه قوي وبخاف عليه، وكنت بعمل أي حاجة عشان البيت يكون مرتاح وسعيد. كنت دايماً أعمل له أي حاجة بيحبها، ولما كنت أسمع أي ست بتحكي عن حاجة حلوة عملتها لجوزها كنت أعملها له، وهو كان مبسوط معايا وكان دايماً يقولي أنتي نعمة من عند ربنا. السنين جريت وكبرنا والفلوس كترت، وجوزي بقى رجل أعمال كبير. كنت خايفة لما الفلوس تزيد يتغير أو يتجوز عليا، بس هو عمل أكتر من كده بكتير. وهي دي حكايتي اللي هحكيها لكم النهاردة. طول عمري كل إخواتي كانوا على قدهم، وأنا الوحيدة اللي مستوايا المادي اتحسن. كانت ليا أخت أصغر مني ب14 سنة، آخر العنود، وكانت حلوة قوي. أنا كمان كنت حلوة، بس هي أصغر فكانت أحلى. أختي كانت متجوزة ومخلفة 3 بنات، وحياتها كانت بسيطة جدا. من كام سنة جوزها مات وما سابش لهم حاجة، المعاش ما كانش يكفيهم كام يوم في الشهر. كنت دايما بساعد إخواتي لما يمروا بظروف صعبة. كنت متعودة على كده من زمان، من ساعة ما جوزي ربنا كرمه. ولما جوز أختي مات قلبي اتقطع عليها. كلمت جوزي عشان نساعدها، وهو وافق فوراً وقال نديها مرتب شهري. وفعلاً عملنا كده، وكانت بتيجي تاخده مني كل شهر. كنت بساعدها في لبس بناتها ومصاريف المدارس. جوزي كان دايماً يقولي ربنا يبارك لك، دي بتربي يتامى والأقربون أولى بالمعروف. كنت بفرح قوي بكلامه وأقول له كتر خيرك. كنت فرحانة إن جوزي بيساعد أختي في كل المناسبات زي رمضان والأعياد، كان يبعت لها خير كتير. وأختي عاشت حياة كريمة بسبب مساعدات جوزي. أولادي كبروا واتجوزوا، وجوزي جاب لهم شقق وعربيات، وبقينا أنا وهو لوحدنا في بيت كبير بناه لما ربنا كرمه. المهم إن حوالي 7 سنين لقيته بيطلب مني طلب غريب. قال لي عايز أنقل أوضة لوحدي. استغربت جدا، بس قال إنه كبر في السن وبيجيله قلق بالليل ومش عايز يصحيني. الحجة دي ما دخلتش دماغي، بس ريحته وعملت له اللي هو عايزه، ومن بعدها اتغير كل شيء. نقل أوضة لوحده وبطل يمارس معايا حقوقي الزوجية، وبرر ده إنه بياخد أدوية ومش قادر يعمل مجهود. وقتها كنت 49 سنة وهو 50 سنة. قلت خلاص، أهم حاجة صحته. كنت بزور أختي من وقت للتاني ولاحظت إنها اتغيرت خالص، بقت مبسوطة ووشها منور وتهتم بنفسها وتلبس حلو وتصبغ شعرها. يمكن دي نعمة من ربنا إنها خرجت من الحزن. بس بعد شوية بدأت ألاحظ إن بيتها بقى جديد، أجهزة حديثة، فرش جديد، كل حاجة اتبدلت. ولما كنت أسألها تقولي ده من خيرك وخير جوزك، ربنا يخليكم ليا. كنت بدعيله من قلبي وربنا يزيده من فضله. الأيام عدت وفضلنا على كده كذا سنة، لكن للأسف من كام شهر جوزي تعب جدا، وربنا يكفيكم الشر، جاله مرض صعب. وديناه لأكبر الدكاترة وعملنا كل اللي قالوا عليه، بس حالته ساءت قوي. الدكاترة قالوا لنا خلوه في البيت، اللي فاضل مش كتير،
كنت حزينة جدا عليه لأنه عشرة عمري وأبو أولادي وحب حياتي. قعدت مع جوزي، فضل تعبان فترة وبعدها توفى. بس قبل ما يموت في أيامه الأخيرة كان بيعيط كتير وكان حزين. كان بيقول لي: ده ذنبي، اللي أنا فيه ده ذنبك انتي، أنا غلطت في حقك وربنا بيعاقبني. وكان دايما يطلب مني أسامحه، ولما كنت أسأله أسامحك على إيه ما كانش بيرد ويكمل عياط. جوزي كان راجل غني وتاجر كبير وعنده حسابات كتير في البنوك وخزنة في البيت فيها فلوس، كان بيحتفظ فيها بمبالغ كبيرة وأوراق مهمة زي عقود الشغل والملك، وكان دايما يفتحها بمفتاح مش أرقام. يوم وفاته كان أصعب يوم في حياتي. انهارت تماما، حاسة إن روحي راحت معاه. كنا كلنا حواليه في البيت أنا وأولادي. بعد الدفن والرجوع البيت فضلت حزينة جدا، بس ما نسيتش آخر كلام قالولي قبل ما يموت. كنت دايما أفكر ليه قال كده؟ إيه اللي عمله علشان يزعلني كده؟ هل اتجوز عليا؟ طب إزاي وهو حالته الصحية كانت صعبة؟ وفي الظروف دي كنت متوقع إن أختي تبقى جنبي، بس للأسف أختي ما ظهرتش خالص، ولا بقى تعبانة ولا وقت الوفاة، ولا حتى كلمتني في التليفون. بطلت حتى تيجي تاخد الفلوس الشهرية اللي كنت بديها لها. كنت مستغربة جدا من تصرفها. قبل الوفاة بيوم جوزي كلمني وقال لي: اسمعي يا فدوى، لما أموت كل الفلوس اللي في الخزنة خديها ليكي لوحدك قبل أي إجراء. قلت له: ليه بتقول كده؟ قال لي: اسمعي الكلام وما تسأليش، الفلوس دي هدية مني ليكي، انتي شريكة حياتي وشفتي معايا كتير، ودي هديتي ليكي على تعب السنين. وقال لي كمان: ما تقوليش لحد، لا للأولاد ولا لأي حد تاني، خدي الفلوس وسيبي الورق زي ما هو، عشان لما يقسموا الورث يلاقوا الأوراق بس، لكن الفلوس تكوني انتي خدتيها. وفعلا مات بعدها بيوم، بعد الدفن والعزا، ولما الكل مشي قعدت أفكر في كلامه. تاني يوم فتحت الخزنة ولقيت فلوس كتير جدا، عديتها كويس وحطيتها في البنك باسمي ورجعت البيت. بس كان عندي فضول أعرف باقي الأوراق اللي في الخزنة. رجعت فتحتها تاني وقعدت أقلب في العقود. في الأول لقيت أوراق أملاك الأولاد، وبعدها لقيت ظرف كبير مقفول. قلبي اتقبض وأنا بفتحه وحسيت إن في مصيبة، وللأسف إحساسي طلع صح. لقيت مصيبتين: قسيمة طلاقي من جوزي من سنين، وقسيمة جوازه من أختي متجوزها جواز شرعي، وأنا ما كنتش أعرف أي حاجة. قريت الورق مرتين وتلاتة ومش مصدق اللي بشوفه. أقرب اتنين ليا في الدنيا جوزي وأختي عملوا فيا كده. فضلت ماسكة العقود وبعيط، وبعدها رجعتهم الخزنة وقفلتها وانهارت. الشغالة لما شافتني كده كلمت أولادي جم على طول، ولما واجهتم قالولي إنهم كانوا عارفين كل حاجة، عارفين إنه طلقني وعارفين إني متجوز خالتهم، بس قالولي إنهم سكتوا عشان شكي قدام الناس ولأن أبوهم ما كانش عايز يعلن. أنا انهارت أكتر، إزاي كلهم عارفين وساكتين؟ إزاي أختي تعمل كده؟ وإزاي أولادي يخبوا عليا؟ قالولي ما كناش نقدر نقول له لأ، بس ولا كلمة منهم ريحت قلبي. ساعتها فهمت كل حاجة. فهمت ليه طلب ينقل أوضة لوحده، ليه أختي بعدت عني، وليه قال لي آخد الفلوس وأخفيها. كل حاجة بقت واضحة. حسيت إن الدنيا كلها اتخلت عني. جوزي خان، أختي خدت مكاني، وأولادي خبوا عليا. فضلت أعيش أيام صعبة جدا، محدش وقف جنبي. بعد كام يوم أولادي جم وقالولي: هاتي مفتاح الخزنة، عايزين نقسم الورث. اديتهم المفتاح، بس ما قلتش على الفلوس اللي خدتها. فتحوا الخزنة ولقوا الورق بس، واتجننوا لأن الفلوس مش موجودة. فضلوا يسألوني: فين فلوس بابا؟ قلت لهم ما أعرفش، هو طلقني. الورثة بقوا أولادي الخمسة وأختي، لأنها كانت زوجته وقت وفاته. أختي ما ظهرتش وبعتت محاميها يطالب بحقها في الميراث. حتى البيت اللي أنا عايشة فيه عايزين يبيعوه ويتقسموا تمنه. قالولي: تعالي عيشي عند أي حد فينا. قلت لهم ده بيتي أنا، بس محدش سمعني. دلوقتي بدور على شقة صغيرة أعيش فيها، وهدفع تمنها من فلوس الخزنة اللي جوزي اداهالي. قسموا كل حاجة وما فاضلش غير البيت، وحصلت مشاكل كتير بينهم وبين خالتهم، وكل واحد بيقولي: ما تلوميش على بابا، لومي نفسك، انتي اللي دخلتي خالتن حياتنا. دلوقتي أولادي بيتخانقوا معايا علشان عرفوا إني حطيت مبلغ كبير في البنك بعد وفاته. بيقولوا لي: الفلوس ده من حقنا، دي فلوس بابا.
بس أنا ما قلتلهمش إنها كانت وصيته ليا. بيقولوا قسمي الفلوس علينا من غير ما نقول لخالتنا، بس أنا مش ناوية. الفلوس دي هي أماني الوحيد في الدنيا. عندي شوية دهب وشهادة بنك قديمة، بس غير كده مفيش حد يصرف عليا. الفلوس دي هتجيب لي فايدة أعيش منها. أولادي بقوا أنانيين وبيعتبروا إن كل حاجة باسمهم. بيقولوا لي الفلوس اللي معاكي حرام يا ماما، دي مش من حقك. بس أنا بسأل نفسي، هو أبوهم ما عملش حرام لما ظالمني؟ وأختي ما عملتش حرام لما خدت جوزي مني؟ أنا مش عايزة أفتم حياتي بحاجة حرام، عشان كده بحكي لكم حكايتي النهاردة. يا ترى بعد كل اللي حصل، الفلوس اللي جوزي قال لي عليها من حقي ولا من حق أولادي زي ما بيقولوا؟ قولولي رأيكم، أخلي الفلوس معايا ولا أقسمها عليهم؟ أنا مستنية رأيكم. ودي كانت حكايتي النهاردة، حكاية مدام سدوى. شكراً ليكم وأشوفكم على خير في حكاية جديدة. والسؤال هنا، بعد كل اللي حصل، الفلوس اللي جوزك سابها لك تعتبر ملكك ولا ملك أولادك؟ هل كلامك عن الحرام والحلال بينطبق على تصرفاتهم هم كمان؟ إحنا عايشين في دنيا كل واحد بيبص لمصلحته. جوزك شاف إن مصلحته إنه يتجوز أختك، وأختك شافت مصلحتها في راجل غني، وأولادك شايفين مصلحتهم في الفلوس اللي سابها أبوهم. لكن أنتي الوحيدة اللي كان قلبك صافي وكان تفكيرك نظيف. وفي الآخر اتضح إن الناس اللي كنتي بتسقي فيهم كانوا بيلعبوا لعبة كبيرة، وإنتي كنتي مجرد كارت في اللعبة دي. دلوقتي قدامك فرصة تعملي حاجة لنفسك، حاجة محدش يقدر ياخدها منك. الفلوس دي هي تعويضك عن سنين عمرك، وعن كسرة قلبك، وعن خيانة أقرب الناس ليكي. ما تسيبيهاش، خليها أمانك للمستقبل اللي جاي.